السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض اكله سهله وبسيطه تنفع للدايت، وهقول لكم ازاي الخضار السوتيه تعمليه ويطلع احلى كمان من بتاع المطاعم بطريقه سهله. وهنعمل معاه لحمه ستيك بصوص بالجريفي صوص ورز ابيض. الاكله دي تنفع للناس اللي بياكلوا اكل صحي وللناس اللي عاملين دايت. دلوقتي انا جبت الجريل بتاعتي وحطيت فيها معلقتين كده من زيت الزيتون، ما حطيتش معاهم زبده لاني انا مش هسيبهم يسخنوا قوي. انا على طول هنزل عليهم بشرايح الستيك. الشرايح بتاعتي رفيعه مش شرايح تخينه، يعني هتستوي بسرعه وهتنزل على طول الميه اللي فيها، فمش تدي فرصه لزيت الزيتون ان هو يتحرق. هسيبها على النار كده لحد لما تتشوح من جنب وتاخد لون، وهديها رشة واحدة بس كده من الفلفل الأسود لكل قطعة من قطع اللحمة. الوصفة النهاردة ما فيهاش بهارات كتير خالص، وصفة سهلة جدا وهتتبسطوا قوي وانتوا بتعملوها، وكمان طعمها في الآخر بيطلع تحفة. هسيبها لحد لما تتشوح وتاخد لون، وبعد كده هقلبها على الجنب التاني، ونفس الحكاية برضو هديلها رشة كده برضو من الفلفل الأسود، وكمان هحط لها رشة من الملح. كده خلاص انا اللحمه تقريبا بتاعتي خلصت. هجيب نص لتر من الميه. في شيفي ماركه مصري طبعا، عاملين اكياس كده من صوص الدمجلاس، بتدوبيه بس في نص لتر من الميه وبتحطيه. هاخده احطه بقى دوبته في الميه، وبعد كده هحطه في الجريل مكان اللحمه، علشان البهاريز اللي نزلت منها اللي كانت لازقه في الجريل تطلع في الصوص وتديني الطعم بتاعه يبقى اغنى واحلى. هزود لها بس شوية ملح كده علشان اظبط لها الملح بتاعها، وكده يعتبر بتاع الاكلة بتاعتي او البروتين بتاع الاكلة بتاعتي خلص. واظن مفيش اسهل من كده، ولا في اي افتكاسات ولا بهارات ولا بصل ولا توم ولا اي حاجة. هبدأ بقى احضر في السوتيه بتاعي. معايا فاصوليا وبطاطس وجزر وبروكلي وكوسة وفلفل الوان، ممكن تحطوا بصل، ممكن مشروم، اي خضار عندكم في البيت، ممكن نوع واحد او نوعين بس من الخضار ده. هنا انا قطعت البطاطس بتاعتي، كان فيها جزء كده في النص مش سليم، فشلته وقطعتها لحاجة اكبر من المكعبات شوية. كمان الجزر قطعته بالورب كده زي سلايس بالورب، بيبقى شكلها احلى. بعد كده الفاصوليا مش بسيبها طويلة زي ما هي عشان تبقى اسهل في الاكل، ولا بقطعها صغيرة. انا باخد الواحدة تقريبا بقسمها 2 علشان يبقى حجمها مناسب ولطيفة كده واحنا بناكلها. الكوسة بقى دي حركة مامتي، لازم تعملها كده بالقشارة او بالمقوار، يعني حتى اللي بنعملها في المحشي لازم كل الكوسة ماما بتعملها بالطريقة دي. فعملت لها كده شرايط من بره عشان تبقى شكلها حلو، وقطعتها برضو بالورب بنفس الحكاية. بعد كده بجيب البروكلي وبقعد افككه لقطع صغيرة علشان يبقى برضو سهل واحنا بناكله. السوتيه بقى بينزل بالتدريج، انا مش بنزله كله مرة واحدة لان كل حاجة بيبقى ليها تسويتها. الخضار كله مش بيتسوى زي بعض. اول حاجة المية مغلية ما فيهاش ملح علشان ما تمصليش المية من الخضار ويطلع طعمه مش حلو. حطيت الاول الجزر والبطاطس، الجزر الاول وبعد كده نزلت بالبطاطس والفاصوليا. بعد كده هنزل بالحاجات اللي بتستوي بعدهم بالتدريج. فزي ما قلت لكم ما حطيتش ملح في الميه، وهسيبهم يقعدوا بالظبط 4 دقايق، وبعد كده هبدأ انزل عليهم بالبروكلي والكوسه. الفلفل الالوان طبعا انا مش بحطه، انا بحطه في النهايه خالص وانا بجهز السوتيه علشان الاكل. شايفين اللون اخضر ازاي؟ انا بقى اضمن لكم ان اللون هيفضل اخضر كده لبعد التسويه، وكمان الطعم هيبقى مظبوط وممتاز. بعد ما سبته كمان 4 دقايق هبدا بقى اطلعه في طبق يكون فيه ميه متلجه، ميه ساقعه وفيها تلج. هبدا اطلع كل الخضار فيها علشان اوقف عمليه التسويه بتاعته ويطلع طعمه خطير. جبت الجريل بتاعتي وحطيت فيها برضو معلقة كده من زيت الزيتون، وعليها نص معلقة من التوم. وقبل ما زيت الزيتون بيسخن خالص بنزل برضو بالخضار السوتيه، وابدأ اقلب التوم مع الخضار مع زيت الزيتون، وبنزل عليهم بزعتر. بقعد كده افصص الاعواد بتاعه الزعتر على الخضار السوتيه. لو مفيش هحط الاوريجانو عادي، الزعتر اللي هو المجفف. وهنا سندريلا كانت قررت ان هي تيجي تساعدني، وانا بحبها تساعدني في الاكل، خصوصا الحاجات اللي فيها خضار علشان ترضى تاكل منها. فخلوا ولادكم يساعدوكوا علشان يبقى اكل هم عاملينه ويحبوا ان هم ياكلوه.
زودت كمان رشه كده من الفلفل الاسود خفيفه خالص. وهنا برضو سندريلا رجعت تاني تقلب في الخضار. وبعد كده هبدا ازود الفلفل الالوان لان هو مش بيتسلق. شايفين الالوان خطيره ازاي؟ زودت معلقه من زيت الزيتون. الالوان حلوه واللون فضل اخضر لحد لما اكلته لحد كمان بالليل، يعني لحد العشاء كمان كان الالوان زي ما هي. بقدم الاكله دي بقى مع رز ابيض برضو معمول بمعلقه واحده بس من زيت عباد الشمس. هنا بقى انا قدمت الطبق. الصوص طعمه خطير والرز مظبوط جدا، وخضار السوتيه عايزه اقول لكم ان هو مظبوط. شايفين عجبها؟ اعملوه بالطريقه دي هيعجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير.